عايز تبعت رساله فيها كلام خطير جدا لواحد صاحبك بس خايف ان اي حد يقراها في الطريق، ففكرت انك تجيب بوكس وتحط فيه الرساله وتقفله بقفل. بس هتبعت المفتاح لصاحبك ازاي؟ طب لو بعت البوكس لوحده والمفتاح لوحده مش ده امان؟ ولا ممكن الاثنين يقعوا في ايد نفس الشخص ويبقى انت ما عملتش حاجه؟ وسط التفكير ده اخيرا صاحبك جات له فكره عبقريه. ايه رايك هو يجيب البوكس والقفل ويسيبهم مفتوحين ويبعتهم لك، وانت تاخد البوكس تحط فيه الرساله بتاعتك وتقفل القفل وترجعه له، وبكده يبقى المفتاح لم يغادر ارض الوطن والحمد لله. هرجع للقصه دي تاني بس هسالك سؤال سريع جدا. هات لي رقمين لو ضربتهم في بعض يدوك 30. ممكن تقول 15 في 2 او 3 في 10 او 5 في 6، بس لو اديتك 35 مش هتلاقي غير 5 في 7. ودي قاعده رياضيه بتقول لو انت جبت رقمين اوليين او برايم نمبرز زي ال5 وال7 وضربتهم في بعض هيدوك رقم ما بيقبلش القسمه غير على الرقمين دول. الحاجتين اللي انا حكيتهم لك دول اللي مبني عليهم RSA، الانكريبشن الجوريثم اللي بتشفر 90% من الانترنت. ربطت الاثنين ببعض. المفتاح اللي مع صاحبك هنا اسمه سيكريت كي وبيبقى عباره عن 2 راندوم برايم نمبرز. طبعا بتبقى ارقام كبيره جدا بس هنا للتبسيط هستخدم 73 و71. هيضربهم في بعض ويبعت لك ال 5183 وده اسمه البابليك كي او القفل في المثال بتاعنا. طب لو حد وقع في ايده ال 5183 ما عندوش اي طريقه يطلع بيها ال 73 او ال 71 غير انه يجرب كل الارقام، ولو ال 5183 ده كان رقم كبير كفايه الموضوع حرفيا محتاج مليارات السنين عشان يوصل للارقام الصح. رغم عبقريه RSA بس زيها زي اي حاجه تانية الكوانتم كمبيوترز بتشكل خطر كبير قوي عليه، غير ان الالجوريثمز اللي بتجنريت الراندوم برايم نمبرز مش راندوم قوي. اعمل فولو عشان ده موضوعنا الفيديو الجاي.